قلتِ لي على شخص كنتِ تقولي لي إن هو كان عنده signature معيّنة في السوق، أيوه. ليه بقى؟ ومين هو؟ طيب لمّا جينا ندردش في حتّة الauthentic business أنا شُفت إن في ناس كتير أوي في السوق نجحت بالauthenticity في مجال بتاعتها. الsales بالذات. في مجال الsales بالذات، وهو يعني صلاح أبو المجد. ليه أنا شُفته حد authentic؟ هو حتى كان بيحكي أعتقد في أكتر من podcast إن بداية الmarketing بتاعه كان مجموعة من الطلبة اللي كانوا بيحضروا معاه ومسجلين الtrainings بتاعته، بدأوا إن هم يقطّعوا أجزاء من الtrainings اللي هو كان بيقدّمها وبدأوا ينزّلوها كreels على السوشيال ميديا كلّها. حقيقي مش متكلّف خالص، يعني أنا آسفة الكلمة الصح اللي المفروض تتقال بطريقته هو. genuine. genuine جدًا، بطريقته هو اللي هو شايف إن هي المفروض تتقال كده للtarget audience ده، كلّمهم بالtone ده، بالطريقة دي، بالمصطلحات دي، بيقولها. وكان بيقولها أصلًا في context أو في سياق تلقائي، يعني هو ما كانش عارف إن الحاجات دي هتنزل بعد كده reels، هو كان ببساطة شديدة جدًا في training بيتفاعل بالتفاعل بتاعه العادي مع الaudience. صلاح عنده حضور اللحظة. جدًا، دي برضه نقطة من المميزات. فلو هنقول أكتر من unique selling point، كانت أهم حاجة فيها بالنسبة لي الauthenticity، وإن هم عرفوا يطلّعوا الauthenticity دي على السوشيال ميديا. فبقى الmarketing already من حاجة ما كانش معمول حساب التكلُّف فيها، يعني لا قعد ولا حضّر ولا حضّر نَفْسه ولا حاجة، هو كان بيتكلّم مع الaudience من قلبه genuine. الفكرة اللي بتيجي له بيقولها على طول، الكلام اللي بييجي له مش حاطط filters عليه، فبالتالي عرف يوصل للناس بصورة كبيرة. وأعتقد يعني دي من الunique selling points اللي عنده وهو بيتميز بيها جدًا. ومن أقوى الunique selling points عنده إن هو بيخاطب target audience كده، صلاح بيخاطبهم من هنا بس مش بego بauthority. خبرة. دي ميزة صايعة جدًا بتدّي له credibility. الناس هي مش بتشوف إن هو رافع مناخيره، لأ هو actually هو مش مغرور إن هو بيكلمهم مش بينظّر، هو بيتكلم بauthority إن هو حرفيًا يالّا أنا جاي لك من بعيد يالّا. أيوه.